من هذا المنبر كنحيي كليك نيوز، والحمد لله المغاربه كاملين فرحانين. تطوان بكره ابيها خرجت من الخاصه وجميع الشوارع، وان شاء الله بجود الله المغرب غادي تكون في المرتبه الاولى، وديما المغرب وديما تطوان. فرحانين بالفوز المنتخب، وان شاء الله كنتمناو فوز في المقابله المقبله ان شاء الله، والمغاربه كاملين يفرحوا. المنتخب المغربي كان في مستوى اليوم، وحتى بلجيكا كنتمنى يكونوا في المره الماجيه يكونوا احسن، وديما ماروك ديما مغرب. هذا الحضور الكثيف لجماهير تطوان، لشباب وشابات تطوان، نساء ورجالا وشيوخا، هو بمثابه تهنئه للمنتخب المغربي على هذا الانتصار الكبير المستحق. هذا الانتصار اللي هو رسالة لكل الذين كانوا يشككون في المغرب، للذين كانوا يشككون في قدرات المنتخب. إنه انتصار كبير، إنه رسالة لأعداء المغرب. نحن في المغرب حضور هذه الجماهير الغفيرة لهؤلاء الشباب هو تعبير عن دعمنا للمنتخب المغربي، فهنيئا للمنتخب المغربي، هنيئا لكل مكونات المنتخب المغربي. أداء رائع وتبارك الله عليهم، والمزيد إن شاء الله من التألق، وكنتمناو نربحوا الكأس العالم. أنا دراري تطوان فابوا المنتخب ديالنا، وكنشكروا المنتخب ديالنا كاملين بأن غلبنا 2-0، وباقي لنا إن شاء الله كندا نغلبوا عيب 3-0 إن شاء الله. وتحية تطوان وعاش الملك. صراحة فرحانين بزاف بهذا الغول، وديما مغرب تطواني ديما منتخب. أحلى تحية جوهرة. الأداء كان رائع، ولكن تقلقنا شوية من حيث النقون صراحة، ونتمنى مسيرة موفقة في البرايمات اللي ماجي إن شاء الله يا ربي. المغاربة يغلبوا، بيبا المغاربة، وبيجا في الجيم وكاكو بوتيرو ازا، وفي الجيم وبيبا المنتخب المغربي ويتأهلوا، الكوس يتأهلوا، وباقي يتأهلوا بادي ماجي يغلبوا، غيغلبوا 4 باقي بادي ماجي، وغيكوسوا وغنمشيو سيمي فينال، وبيبا المنتخب المغربي ويفرحونا البلاد، وبيبا تطوان. عرس كروي كبير اللي كيشهدوا جميع المغاربه، والحمد لله كنتمناو يدوم هذا الانتصار. شكرا اول حاجه للعابه اللي قدموا واحد المجهود كبير. شكرا اللاعبين صراحة تقاتلوا، عجبوني صراحة، وراس لابوكا أكبر تحية. إذا شفتي هذا الفيديو هذا بيبا راس لابوكا. تبارك الله عليهم، كانوا في المستوى، وكنتمنى لهم الربح دائما. انا فخوره بزاف بالمنتخب المغربي ديالنا، وكنبغيو له دائما النجاح والتوفيق في المسيره الرياضيه ديالو، وكندا حنايا ماجينا ان شاء الله مربوحه كاس العالم المنتخب المغربي. الحمد لله كتسمى منتخب قدم واحد الاداء اللي كنا كنتسناو. هذه شحال هذه والد الركراكي تعامل مع الدراري باحتراف، وان شاء الله كندا غنغلبوهم وغندوزو حنا الاولين في ديك الجروب. المنتخب المغربي اليوم ما بيناش بانهم لعبوا غير الكره في واحد الكومبيتيسيون ديال الفيفا، ولا نقولوا حنايا كوب دي موند ولا شي حاجه، لا لعبوا على الرايه، وهذه اهم حاجه واللي كنفتخروا بها كامل حنا المغاربه. المقابله كانت في الاول شويه صعيبه، ولكن في الاخر حنايا قدرنا نتفوقوا على هذا المنتخب، وان شاء الله كنتمناو من كل القلب ديالنا ان شاء الله قدام المنتخب ديال كندا حتى هي نفوتوها ونتاهلوا ان شاء الله من هذا الدور الاول، وديما مغرب. حنايا من مدينه تطوان فرحانين بزاف على الغول اللي حقوا المنتخب الوطني، وكنهديو على الناس اللي هكا. كنشكروا المنتخب المغربي وجميع الجماهير المغربيه على هذا الفوز هذا ثمين. حنا كنحبوا المغرب وديما مغرب، وكنموتوا على المغرب حنايا. ما نقدرش نوصف لكم هذه الفرحة اللي كاينة في تطوان، وهذه تحية للشعب المغربي كامل، وفرحة للمغرب كامل من طنجة للقويرة، ونتمنى ان شاء الله الجاي يكون حسن، وديما ان شاء الله وديما مغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول حاجه المنتخب قدم بارديدا يا سلام، عرف كيفاش يتعامل مع بارديدو. الميديو الاولي دخلوا داشين شويه، خصنا حاجه واحده، حنا فرحانين الحمد لله. دابا يزيد اخنوش يزيد ينقص علينا الاسعار شويه، فرحه هذيك الساعه. كنشكركم على هذا الفوز الغالي، وشكرا وديما المغرب.